الشهر الكريم بيخلص خلاص والعيد داخل، وانت اكيد خدت اجازتك وجبت كحك العيد زي ما انا ما كنت بعمل وقاعد جاهز. خليني بقى اساعدك في الاجازه دي واقول لك ايه الالعاب اللي انت ممكن تلعبها من اول يوم الوقفه لحد اخر ايام العيد. معاك منتصر من جيمز ارك، لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. اول لعبه معانا النهارده واللي عليها كلام كتير الفتره دي، بس طبعا لانها هتنزل يوم الوقفه وهي لعبه جديده فلازم تشغل جيوبك كده علشان تجيبها، وهي لعبه كريمزون ديزرت. اللعبه اللي شاغله مجتمع الجيمنج كله والناس كلها منتظرينها، ولما شفتش كلامنا عنها خد لفه في الفيديوهات وهتلاقي كل التفاصيل. انا عن نفسي هلعبها في العيد. تاني لعبة معانا النهاردة وهي نزلت من فترة، ولكن عشان رمضان وقته ضيق بسبب العبادات ووقت الفطار فأكيد كتير منكم ما لعبوش اللعبة دي، وهي الجزء التاسع من سلسلة Resident Evil واللي طبعا غنية عن التعريف وكسرت كل التوقعات. هتنبسط بيها قوي على فكرة، وبرضه ليها فيديوهات موجودة عندي في القناة تقدر تشوف المراجعة بتاعتها. تالت لعبة واللي بالنسبة لي اتأخرت جدا في لعبها بس هي ممتعة جدا، ومش بس كده دي كمان بتتلعب مالتي بلاير مع اصحابك، يعني هتقضي العيد في مالتي بلاير، وهي لعبة سبيس مارين الجزء التاني. اللعبة دي الجرافيك بتاعها صراحة تحفة والادرينالين فيها بيوصل لمليون درجة حرفيا، وسبب ذكري ليها في الالعاب اللي من القايمة دي انك لو من مشتركين البي اس ان او حتى من مشتركين الجيم باس فهي متواجدة على الاتنين بشكل مجاني وتقدر تنزلها وتلعبها على طول. وطبعا انت اكيد عارف ان هي بتدور في عالم وور هامر الغني عن التعريف. واخر لعبه حابب ارشحها لك واللي اكيد كتير منكم لعبوها ولكن لازم انتهز فرصه انها نزلت على الجيم باس برضو وسهل انك تلعبها لو ما كنتش لعبتها، وهي طبعا الغنيه عن التعريف سايبر بانك. وطبعا مش محتاج اتكلم عن حلاوه اللعبه دي، وخاصه بعد التعديلات الكبيره اللي حصلت فيها وخلتها واحده من اعظم العاب الجيل بتاعها. اخر الفيديو هديك نصيحه لو انت مش من هواة الالعاب الخطيه وبتحب الاونلاين وورلد، احب اقول لك ان ارك رايدرز موجوده يا صديقي، ممكن تقضي العيد كله بتلعبها مع اصحابك ومليانه كوميديا. ومش بس كده، ده في ابديت جديد نزل للعبه ديفيجن 2 اسمع انه خلاها لعبه جديده حرفيا، وكل اللي كان راكنها رجع يلعبها تاني بعد فتره طويله. يعني كده عندك لعبتين اونلاين عيش فيهم بقى يا معلم. بس كده يا صديقي، كان معاك منتصر من جيمز ارك، لايك وشير وسبسكرايب، ولو عايز تعايد عليا مش شرط فلوس، ممكن بس تدوس شير ولايك وسبسكرايب وكده انا هكون مرضي وواخد عيديتي. اشوفك في فيديوهات تانية كتير، سلام.